صباح الخير على حضراتكم جميعا، يومكم سعيد ان شاء الله. النهارده هنتكلم على فيديو تاني مهم جدا. آه كل الناس بيجي لها زياده في العربيات، فيجي واحد يكلمني يقول لي ايه؟ انا ما عملتش حوادث، انا ما عملتش كليمز، ليه بيزودوا القسط؟ دي مشكله جامده جدا. البيت زاد، سعر البيت زودوه، التأمين بتاعه زاد، ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه. طيب دي لازم نعرفها ليه بيحصل الكلام ده. هنبتدي النهارده في الفيديو الاول نقول ايه الحاجات اللي بيتبني عليها القسط بتاع العربيات او البيت، وبعد كده ليه القسطات بتزيد. خليكم معايا، بس اللي يعجبه الفيديو يا ريت يشترك في القناه وتحاولوا تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الناس التانيين يستفيدوا. يلا بينا. الاول، الاقساط بتاعت العربيات بتتعمل ازاي؟ في حاجات كتيره جدا بتقيم السعر بتاع العربيه. مش بس هو اصلي جاري معاه نفس العربيه بس سعره كذا وانا سعري كذا، لا يا حبيبي، هو الموضوع مش كده. الموضوع فيه ايتمز كتيره جدا بتزود. تعالوا نشوف. اولا، حضرتك راجل ولا ست؟ هتقولي لي راجل ولا ست؟ صدقوا ان الرجاله الحاجه الوحيده اللي نصفوها في كندا ان تامين العربيات بتاعهم ارخص من تامين الستات. دي الحاجه الوحيده، بس دي حاجه ميزه فراجل او ست. نمره اتنين، عازب ولا متجوز؟ يعني ايه الكلام ده؟ ما هو اصل انت لو عازب قسطك هيزيد ازاي؟ ما عشان انت ما عندكش عيله تخاف عليها، فعازب ممكن تبقى متهور. طيب نمره ثلاثه، عنوان سكنك فين؟ حضرتك ساكن في وسط بلد، حضرتك ساكن في منطقه صعبه، حضرتك ساكن في منطقه فيها سرقات كتير، حضرتك ساكن في منطقه هاديه وحلوه وجميله. الكلام ده كله بيفرق. يعني حتى منطقه السكن فبص تلاقي واحد ساكن هنا والتاني ساكن هنا، بس ده سعره اعلى من ده لان المنطقه دي فيها مشاكل اكتر. نمره اربعه، تاريخ ميلادك كام؟ سنك كام؟ هتقول لي انا عندي 24 سنه. طب ما انت تحت ال 25 وبالتالي سعرك اعلى. واحد عنده 50 سنه سعره اقل. نمره خمسه، الاكسبيرينس بتاعتك في السواقه، بقالك كام سنه بتسوق في كندا. مش هتقول لي جاي من مصر عشان بس الكلام اللي بيقولوه الناس انك هات شهاده خبره معاك من مصر وهيحسبوها لك. مش هيحسبوها لك. الكلام ده في المرور بس، في التامين ما بيحسبوش شهادات خبره من مصر. يحسبوا ممكن من لو انت في اوروبا او امريكا، غير كده ما بيحسبوش، ومش اي بلاد في اوروبا كمان عشان تبقوا عارفين. اذا برضو دي حاجه مهمه بتزود السعر او بتقلله. لازم تعرفوا الاكسبيرينس بتاعتي قد ايه. نمره ستة، عامل حوادث ولا مش عامل حوادث؟ طبعا عامل حوادث دي بقى كارثه. يا سيدي انا عملت حادثه بس انا مش غلطان، انا مالي. بس مكتوب على اسمك حضرتك حادثه، ان انت عملت حادثه. طب اسمعوا القصه دي. في واحد مره عربيته واقفه في باركينج فاتخبطت. هو غلطان؟ ده هو ما كانش موجود في العربيه خالص. بعديها بشهر كده ولا حاجه كانت العربيه مركونه في باركينج اتخبطت. بعديها بشهرين العربيه مركونه في باركينج اتخبطت 3 مرات في السنه. عارفين شركه التامين عملت ايه؟ قالت له شكرا ليك احنا مش هنجدد. فانا دخلت في الموضوع قلت له ليه؟ هو ماله؟ هو ذنبه ايه؟ ده 3 مرات هو ما كانش جوه العربيه اساسا والعربيه واقفه. قالوا لي بما معناه ان هو بدلك، يعني مش محظوظ بس كلفنا 3 حوادث فمش عايزينه. انتوا متخيلين؟ فارجوكم محدش يجي يقول انا ما عندي حادثه بس مش انا اللي غلطان، انا عملت حادثتين بس مش انا اللي غلطان، الحادثه اتعملت والعربيه واقفه. كل ده ما يفرقش معانا. شركه التامين، حضرتك عملت حادثه سواء غلطان او مش غلطان، دفعوا لك قد ايه وبيقيموا على هذا الاساس. اذا موضوع الحوادث بيفرق كمان كتير جدا. ده على المستوى الشخصي بتاع حضرتك. تعال بقى نشوف على العربيه. حضرتك رحت جبت عربيه هوندا. اي نوع في الهوندا؟ هتقول لي هو هيفرق؟ طبعا حضرتك، هو السيفيك زي السي ار في؟ طبعا لا، السي ار في سعرها اعلى. طيب حضرتك جبت سعر هوندا سيفيك، بس رحت حضرتك جبت اكس ال اي اللي هو اعلى موديل. هل هيفرق عن العربيه اللي هي دي اي ولا الاي اكس ولا مش عارف اي اكس ال؟ هيفرق، كل حاجه هتفرق. عشان كده موديل العربيه بيفرق واسم العربيه بيفرق. طب تاني حاجه، السنه كام؟ هل انت العربيه 2023 زي العربيه 2009 زي العربيه 2012؟ لا، كل ما بتزيد السنين هتقول لي ده العربيه على الزيرو اكتر المفروض تبقى احسن ليهم. لا، كل ما العربيه تبقى على الزيرو وكل ما العربيه تبقى جديده التكلفه بتاعت التصليح اغلى، وبالتالي ممكن تكلفهم اكتر واكتر، وبالتالي تلاقي سعر التامين اعلى. اذا كل الحاجات دي بتفرق مع ثمن العربيه. طيب العربيه اشتريتها ليس ولا كاش ولا قسط؟ نعم، هو ده هيفرق. هيفرق. لو حضرتك العربيه ليس، العربيه مش بتاعتك، وبالتالي هيقرفوهم اللي هو الديلر اللي واخد منه العربيه. حضرتك ممكن يقرف شركه تامين فيقول لك ده اعلى سعر. لو عربيه فاينانس برضه العربيه مش بتاعت حضرتك. واخدين بالكم؟ كل الحاجات دي بتفرق في السعر. طيب نيجي بقى للاهم، مين اللي هيسوق العربيه؟
مين اللي هيسوق العربيه؟ اللي هيسوق العربيه ده الهيستوري بتاعه ايه؟ هل عنده حوادث ولا ما عندوش حوادث؟ اذا كمان بيفرق اللي هيسوق العربيه. تيجي انا اشتري عربيه واحط ابني عليها، ابني عنده كام سنه؟ 19 سنه، تلاقي السعر 200 دولار ده في كيبك، وتلاقي السعر في اونتاريو 600 دولار. ليه؟ ليه؟ ما انت حاطط ابنك، حضرتك حاطط ابنك. طب ليها حلول؟ طبعا بيبقى ليها حلول، بس خلي بالك اللي هيسوق العربيه عليه مشكله. نمره اتنين، العربيه دي هتروح بيها الشغل ولا هتعمل بيها بس مجرد فسح وكده؟ هو ده برضه بيفرق. طبعا بيفرق، لان حضرتك لو هتروح الشغل وبتروح الشغل 5 ايام في الاسبوع، اذا حضرتك بتتحرك 5 ايام في الاسبوع الريسك اعلى لانك رايح جاي بالعربيه. انما لو عاملها للبليجر ممكن تخرج مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، الريسك اقل. طيب بتعمل كام كيلو في السنه؟ بعمل 5000، بعمل 10000، بعمل 20000، بعمل 30000، السعر هيزيد. ليه؟ ما انت حضرتك كل ما بتمشي بالعربيه اكتر معناها الريسك بتاعها بيزيد، وبالتالي في مشكله فيها. فخلي بالكم من الحاجات دي كلها، لان الحاجات دي كلها بتفرق في السعر بتاع العربيات. من ضمن الحاجات اللي بتغير القسط كمان الديدكتبل في العربيه. بتاخد كام؟ 500 ولا بتاخد 250 ولا ما بتاخدش ديدكتبل؟ وطبعا في ديدكتبل على الحوادث وفي ديدكتبل على السرقه والحريق والازاز، ودول برضو بيزودوا الثمن بتاع العربيه. اخر حاجه كمان في حاجه اسمها الريبليسمنت كوست، او بالفرنساوي فالور نف، ان هو لو العربيه انا اشتريتها على الزيرو ومحتاج عربيه اخدها بدلها. حضراتكم عارفين ان كل سنه السعر ده بيزيد الفالور نف، وده بيزود برضه سعر التأمين. نيجي بقى ايه، السنه دي اشترينا مثلا خدنا 150 دولار، 200 دولار، 300 دولار، بوم السنه الجايه راح شركه التامين مزوده لنا. طب مزوده لنا ليه؟ انا ما عملتش حوادث، انا ما عملتش حاجه، والعربيه قدمت سنه، بتزودوا ليه؟ طبعا اول حاجه لو حضرتك واخد الريبليسمنت او الفالارا نوف ده سعره بيزيد، لان هو هيديك موديل السنه اللي بعدها. يعني انت شاري عربيه 2023، لما تبقى في 2024 وحصل حاجه العربيه هيديك عربيه 2024، وبالتالي هيتكلف اكتر. فهو اوريدي بيزود سعر الفالارا. دي اول حاجه، بس دي مش كل الناس عندها. الحاجه الاهم بقى اللي لازم تعرفوها، في حاجات كده مستخبيه بتحصل على شركات التامين من الحكومه. هو مش هيدفع من جيبه، مين اللي هيدفع؟ حضرتك اللي هتدفع. فدي اول حاجه بتزود القسط. نمره اتنين، التكلفه النهارده بتاعت التصليح بقت اغلى واغلى من زمان، وبالتالي برضه هو كل ده هيقدره. زمان كان مثلا الصناعي الميكانيكي او الوات ايفر اللي بيصلح العربيه كان ياخد مثلا 60 دولار عند الديلر، النهارده بياخد 90 ولا 100 دولار، فتكلفته بقت اعلى. ايجار العربيه اللي هيدوها لك بدلها حضرتك كان زمان ب 40 دولار، النهارده ب 60 70 دولار. كل ده بيخليهم يزودوا السعر غصبا عنهم. قطع الغيار برضه طلعت في السماء. طب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ مفيش مشكله، كل اللي عربيته زادت لازم يعمل حاجه، ان هو يلف ويروح لشركه تانية، وبعدين يبقى يرجع للشركه دي السنه اللي بعدها ياخد سعر اقل. لو مش حضرتك عارفين تعملوا الكلام ده يبقوا كلموني، انا ممكن اعمله لكم، مفيش اي مشكله خالص. ده بالنسبه للعربيات. نيجي بسرعه للبيوت. ايه اللي بيحصل في البيت؟ اللي بيزود دايما ثمن البيت نمره واحد، وهي اهم حاجه، مساحه البيت. مساحه البيت دي هي اللي بتجيب لك السعر بتاع البيت، لان في حاجه اسمها تكلفه التامين مبنيه على ايه؟ مساحه البيت. حضرتك اديته المساحه غلط السعر هيطلع عالي من الاول كده. واعرف واحده مره عملت نفس الموضوع ده واديتهم سعر، وبعد سنه اكتشفنا ان هي مدياهم سعر البيت كله مش البيت المبنى، اديتهم البيت كله. فطبعا البيت كله كان طالع كانه مبنى كبير جدا، وادوها سعر عالي جدا. فجت بتقول لي، قلت لها على المساحه بتاعت بيتك دي المفروض ان انت ما تدفعيش المبلغ ده. فكلمت شركه تامين فقلت لهم هي مساحتها كذا، فاكتشفوا ان هي واخده دبل المبلغ، وكانت شركه محترمه رجعوا لها كل الفلوس. آه، فالمساحه دي مهمه جدا. تكلفه الميه اللي بنغطيها، سواء الميه من الميه في البيزمنت، دي اهم حاجه، هي اللي برضه بتزود السعر. المسؤوليه المدنيه مليون او 2 مليون دي ما بتزودش السعر كتير. الديدكتبل ده كمان برضو من الحاجات اللي بتزود السعر في البيوت. هتاخد 500 دولار ولا 1000 دولار؟ في ناس في الفيديو الجاي هشرح ايه الفرق بين بروكر وايجنت وادفايزر. وفي ناس من البروكرز بيعملوا حاجه ظريفه، ان هو يحط لك الديدكتبل 5000 دولار عشان يقلل لك السعر، فانت تفرح قوي وتبقى مبسوط، وتفاجئ ان انت لو حصل حاجه في البيت ثمنها 3 4000 دولار تصليح، هيقول لك شكرا مالكش حاجه عندنا، انت الديدكتبل بتاعك 5000 دولار. وده بيحصل وشفته كذا مره بيحصل. عشان كده خلي بالكم في حاجات بتزود البيت. طب ايه اللي بيخلي ثاني سنه البيت سعره يزيد؟ ان اوتوماتيك شركه التامين بترفع تكلفه تامين البيت. يعني لو انا واخد مثلا 300000، تبص السنه دي السنه اللي بعديها راحوا عاملينها 330. فلو انت عملت كومباريزون هتلاقي ان هم مزودين لك تكلفه ثمن البيت 330 بدل 300، وبالتالي السعر لازم يزيد اوتوماتيك. وطبعا الحاجه الثانيه اللي هي حكوميه بتزود برضو شويه، بس اسعار البيوت ما بتزيدش زي اسعار العربيات. اسعار العربيات هي اللي بتزيد بطريقه كبيره جدا. اي حد عنده استفسار بليز ابعتوا لي، انا تحت امركم اشرح لكم الموضوع اكتر واكتر، اجيب لكم عروض، اتصرف لكم زي ما انتم عايزين.
ممكن تبعتوا لي على الفيسبوك، ممكن تبعتوا لي على الماسنجر. اي حد محتاج رقم تليفوني هديهوله من عينيا الاثنين. بس اهم حاجه ما حدش بعد كده يقول لي انا ليه سعر التامين بتاعي بيزيد، انا ما عملتش حوادث، انا ما عملتش كليم في البيت. خليكم فاهمين ان الحاجات دي ملهاش علاقه بزياده الاسعار اللي بتحصل، هتحصل لغايه ما ربنا يفرجها علينا. اوكي، يومكم جميل ان شاء الله. سلام.